السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة هنعمل وصفة لذيذة جدا وخفيفة وتنفع للفطار والعشاء وكمان الحفلات. الوصفة ديت اسمها كيكة البرتقال. دلوقتي زي ما انتم شايفين موجود معانا اهيت المكونات: نص كوباية زيت، نص كوباية حليب، 3 بيضات، و ده كاكاو للتزيين يعني كده، وده الكيك الجاهز، كيك البرتقال الجاهز وغني عن التعريف طبعا. ده القالب السيليكون بتاع تبروير الصحي. دلوقتي كل اللي انا هعمله انه انا هخفق الاول المكونات السائله مع بعضها وبعدين هحط عليهم كيك البرتقال. دلوقتي طبعا هخفق في الدورق بتاع تبروير للخفق وسكيل. هنبدا نحط بقى دلوقتي بودر الكيك الجاهز ونقلب. دلوقتي يا اصحابي بعد ما قلبنا الكيك اهوت وبقى متناسق ومتجانس. دي ميزه بقى الدرق ده انه ليه ايد امسكه منها وله كمان حرف عشان لما اجي اصب العجين ما يتكبش مني مره واحده. وطبعا هنحط في قالب تبروير السيليكون الصحي من دون اي زيوت او دهون. دلوقتي بقى كده هنصبه. دلوقتي عشان اتبقى معايا لسه حبة عجين في الدورق هستخدم الاسباتولا بتاع التبروير عشان الم العجين. هبدأ دلوقتي اشبح الكيكة بالكاكاو عشان تبان بالظبط كأنها زي جذع الشجرة. دلوقتي بقى كده بعد ما شبحنا الكيك بالكاكاو هندخله بقى دلوقتي في الفرن على درجة حرارة 180 في الرف المتوسط. طبعا الفرن كان مسخن قبل كده بربع ساعة. هيقعد في الفرن نص ساعة. ودلوقتي يا اصحابي ده شكلها اهوت بعد ما طلعت من الفرن. طبعا انا اختبرت عملية النضج اهوت زي ما انتم شايفين كده، لقيتها ناضجة وسليمة. دلوقتي بقى هنقلبها على طبق التقديم بس بعد ما تبرد عشان ما تتكسرش. وبالهنا والشفا. لو عايزين وصفات تانية من الوصفات السهلة والصحية والسريعة ما تنسوش تتفرجوا على الحلقات اللي فاتت، او ما تنسوش لايك وسبسكرايب وشير. مع السلامة. ده شكله النهائي يا اصحابي بعد ما طلع من الميكرويف في 7 دقايق وحطيناه في طبق التقديم، وان شاء الله يعجبكم. الوصفه ديت ممكن تتاكل مع البيض او الباذنجان او البطاطس المهروسه.